ادي يا جماعه دي نسخه الفان دايك بتاعتهم اللي بيستخدمها الاقباط الارثوذكس، وادي نسخه الاقباط الارثوذكس عاملينها اسمها ترجمه بورسعيد. في اختلافات ما بين هنا وهنا، في اختلافات. ده نص موجود في رساله بولس الى اهل كلوسي الاصحاح الاول العدد 15، الذي هو صوره الله غير المنظور بكر كل خليقه. لا لا لا، غيروها المولود قبل كل خليقه. ليه غيروها؟ عشان الانبا بشوي قال ده كده يبقى المسيح مخلوق. لا، ده بكر كل خليقة ده تعبير غلط، لأنك لما تقول بكر كل خليقة يعني هو أول المخلوقات. وهنا ما بيتكلمش عن المسيح كجسد، لا ده هنا بيتكلم عن لاهوت الابن، فلاهوت الابن يبقى ازاي مخلوق؟ فيبقى اذا لازم يغيروا النص ده، فراحوا محرفين النص ده. اهو ترجمه مطرانيه بورسعيد، رقم الايداع بتاعها في سنه 2007، الطبعه الاولى بتاعتها النص ما اتحرفش، ما كانش لسه اتحرف. يعني متخيلين كتاب واحد نفس الترجمه بس مختلفه في الطبعات، متغير النص. اهو النص هنا ايه؟ بكر كل خليقه. النص هنا ايه؟ المولود قبل كل خليقه. اهو الانبا بشوي كان بيقول ان بكر كل خليقه معناها ان المسيح مخلوق، وما ينفعش كده، لازم تتغير في الترجمه الجايه. اتفقنا مع اليو بي اس ان عبارة بروتوتوكوس ما تترجمش بكر كل خليقة. ادي ترجمه بورسعيد وادي ترجمه بورسعيد، الاثنين بورسعيد ومتغير النص فيهم وعادي والدنيا حلوه. فتيجوا انتوا بقى تعملوا حنا العبيط، لا اصل هو احنا جمعنا الكتاب وحرفناه كله. لا والله، فانتوا بتحرفوا في الجديد وسايبين القديم عادي، وكله موجود قدام الناس. اي حد مسيحي يقدر يعمل كده، يقدر يروح يجيب الترجمات دي ويقارن. ده مقارنه نص واحد بالمناسبه، يعني في كتير غيره. وتيجي تقول فين التحريف؟ احنا مش لاقيين التحريف خالص بجد والله.